إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. الله تعالى قد يرزق العاصي والكافر وهو ساخط عليه، وقد يضيق على أوليائه وهو يحبهم لحكمة يعلمها سبحانه. تأملوا حال كليم الله موسى عليه السلام عندما قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال ابن عطية في تفسيره، قال ابن عباس: بلغ به الجوع واخضر لونه من أكل البقل، وضعف حتى لصق ظهره ببطنه، وهو يومئذ أكرم الخلق على الله عز وجل. زاد ابن عطية قال: وروي أنه ما بلغ مديا حتى سقط باطن قدمه. وفي هذا حاكم وبرهان على هوان الدنيا على الله عز وجل. يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن علامة محبة الله أرزاق الدنيا يأخذها المؤمن والكافر، ولكن أرزاق القلوب من الإيمان والتسليم ومحبة الله عز وجل وخشيته لا يرزق بها إلا المؤمن الذي رضي الله تعالى عنه.